السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا محمد ابراهيم العباسي وهنكمل مع بعض شرح جوجل فورمز. هنتكلم النهارده عن الادونز وهنتكلم عن واحده منهم وهي الادون بتاعه الليميت ادز. ازاي هنحدد الفورم بتاعتنا بعدد معين من الردود وهنحددها، وكمان ممكن نعمل تشويس اليمينيتور ان احنا نشيل يعني تشويس، او مثلا الحضور بتاعك انت عايزه من جريد 1 جريد 2 جريد 3، فجريد 2 مثلا انت عايز منها 10 بس، فلما يوصلوا من 10 دول هتلاقي جريد 2 اتشال تلقائي، فبالتالي الناس اللي من جريد 2 مش هيعرف تسجل غير ال 10 اللي انت عايزهم بس. دي فكره الادون اللي احنا هنتكلم عليها. هنكمل من بعد ما وقفت في الفيديو اللي فات، وهو فيديو البيسكس. ممكن توصل له عن طريق الديسكربشن اللي موجود تحت، او عن طريق القناه عامه في البلاي ليست اللي موجوده. هنكمل هنا. اول حاجه هنروح على الثلاث نقط اللي هنا ونروح على جيت ادونز. عملنا جيت ادونز خلاص. ممكن نفتح اكتر كده عشان نفهم الجيت الادونز عامه معانا ماشيه ازاي. الادونز عامه هتلاقيها في الورك سبيس ماركت بليس بتاع جوجل، هتلاقي فيها حاجات كتير. بس عشان تبسيطا لفكره الادونز، هي نفس فكره الادونز اللي انت بتضيفها على الكروم مثلا او على البراوزر بتاعك. فانت بتضيفها ليه؟ ممكن تعمل اد بلوكينج، ممكن تضيف ميزه جديده، ممكن تعمل حاجات كتير جدا في المتصفح بتاعك مش موجوده في الاساس، ولكن الادونز بتضيفها. دي نفس فكره الورك سبيس ماركت بليس ادونز بتاعت جوجل، اللي انت هتضيفها على حاجات كتير، على ادوات جوجل كلها، زي الفورمز زي الدوكيومنتس زي السلايدز وغيرها من الحاجات دي. فهنعمل سيرش مثلا على اللي انت عايزه، وليكن ان انا عايز دلوقتي الليميت ادز بتاعتي. خلاص عملت ليميت، هتلاقيها ظهرت معاك بما انك بحثت عن الاسم يعني. فالفلترز هنا انا عايز اجيب حاجات خاصه بالفورم بس، اعمل فلترز، اختار فورمز من تحت هنا واعمل ده. خلاص هتلاقيها ظهرت معاك. هتختارها هنا وبعدين تعمل انستول. انا هعملها انستول قبل كده يعني، فخلاص يعني معمول لها انستول. تقوم عامل لها انستول عندك، هيظهر معاك النافذه بتاعت جوجل، يعني تعمل ساين ان ويز جوجل، وبعدين توافق على شويه بيرميشنز كده، راجعها قبل ما توافق عليها وخلاص، يعني الدنيا تبقى جميله. هنرجع بقى معانا للفورم بتاعتنا، وهتظهر معاك العلامه بتاعت البازل اللي فوق ديت، تختار فيها الاضافه بتاعتك. ممكن هي طبعا ممكن تكون معلقه في الاول وتظهر لك هيلب بس احنا مش عايزين هيلب بس. هتقفلها وتفتحها، تعمل ريلود الصفحه عادي، تعمل ستارت. هيظهر لك تحت وركينج، ومفروض يظهر لك هنا بقى العلامه بتاعت ليميتد لما تفتح. نستنى شويه. ظهر معانا الواجهه بتاعت ليميتد كده، هتقفل بتاعت الريفيو بتاعهم، وبعدين تظهر معاك الواجهه دي. تعالى نفهم كده الواجهه من الاول من فوق تحت كده. اول حاجه تشويسز فورم كيو ار. كيو ار بيعمل لك كيو ار للفورم عامه، تاخده ممكن تعمله داونلود، ممكن تعمله اوبن نيو بيج كده هيظهر لك. فدي اضافه مش يعني مش هنفيدك كتير يعني. الانفو هيوريك الكلام بتاعك انت ترايل حسب ببلاش يعني وكده. نروح بقى للحاجتين اللي احنا هنستخدمهم. اول حاجه التشويسز، وتاني حاجه الفورم. التشويسز هنا هنعمل ريفريش قصدي. يا ريتني عملت ريفريش. استنى شويه يا عم تفتح تاني. ماشي فتحت معانا كويس. هتلاقي عندك الايه بقى التشويس ازاي تعمل لها الليمت. اول حاجه بما ان احنا كنا هناخد الايميل بناخد الرقم والاسم والكلام ده كله، فنبدا اول حاجه في الاسم. وقال لك only multiple choices check boxes drop down questions are limitable. يعني ايه؟ اي حاجه فيها short question باراجراف، الحاجات التانية زي preview الكلام دوت مش هيعرف يعمل لها الليمت على الاضافه دي. فبالتالي انت لو عايز تحوله انه حاجه تبقى limited، فهتخليها multiple choice او check box او drop down. فتعال ننزل اول حاجه معانا في الدروب داون. كانت معانا الكليه بتاعت ميديسن نيرسينج اند ساينس. على سبيل المثال انت عايز واحد بس من نيرسينج، عايز واحد بس من الساينس، فانت بالتالي هتخليها زي ما هي كده. اول ما هيجي لك رد من واحد من كليه التمريض، الاوبشن بتاع كليه التمريض هيتشال. اول ما هيجي لك واحد من كليه العلوم، اوبشن كليه العلوم هيتشال، وهكذا. انزل تحت في الجريد هيمشي بنفس المنطق برضو. لو انت عايز واحد بس بوست جراجويت فانت هتخليها واحد، فبالتالي انت عايز واحد بس بوست جراجويت. لما يجي لك الواحد بس بوست جراجويت دوت، هو خلاص الفورم هتعمل له ليميتس تلقائي. ممكن تكتب برضو، مش مجرد بس انك بتزود من البلس والماينس يعني والكلام ده. بس كده. بس كده. تعال بقى نكمل في تاني حاجه معانا، وهي الفورم عامه ككل. اول حاجه في الريميت ريسبونسز ديت، الاجمالي الردود على الفورم هتبقى كام بعد كده، فانت هتعمل لها سيت ليميتس. في تحت في الريسبونس شيت اللي احنا لسه رابطينه في الفيديو اللي فات برضه بيها، اللي هو الشيت عامه اللي بيبقى فيه الردود. ممكن على سبيل المثال احنا كنا عاملين اي دي او هنعمل اي دي مثلا، فانت كان معاك ناس من ايفنت تاني انت عايز تضيفهم على الايفنت دوت لانهم هيحضروا. فوليكن انت هتبدا من الاي دي رقم 100 هتكمل. فانت لو عملت ليميت ريسبونس فوق، انت هتعمل مثلا عايز اجمالي الحضور يكون 200. انت لو عملت 200
فالريسبونسز اللي هتكون على الفورم ديت هتكون 200. انت اصلا معاك 100 واحد ثابتين، فبالتالي اجمالي الحضور هيبقى 300. انت كده كسرت الحضور برقم ب 100 واحد زياده. فتنزل تحت هنا وتعمل لها ايه، اللي هو حوار انك تعمل لها ليميت عن طريق الشيت بتاعها. فالشيت مثلا الاي دي وليكن في الخليه رقم A1، فبالتالي انا عايز ان القيمه اللي موجوده في الخليه A1 ديت لما توصل للاي دي رقم 200 تقوم الفورم دي توقف كلها، تعمل سيت ليميت تحت. تعال نكمل مثلا اكتف فورم، هتعمل لها اكتيفيشن من التاريخ بتاعنا مثلا، او من النهارده كام، النهارده 18، فتعمل لها اكتف من 19 على سبيل المثال، وتعمل لها دي اكتيفيشن يوم 20 مثلا، تعمل لها سيت ليميت. تمام تمام. لما عملت لها السيت ليميت دوت هتلاقيه بيعمل ريلودنج معاك عادي جدا. ولو خدنا احنا your form will be deactivated in your chosen time. جميل، هتعمل له كوبي وفتحنا هنا ورحنا على طول. قال لا، ما عملهاش دي اكتيفيشن. اه تمام، ثواني. احنا عملنا هنا ايه، سيت ليميت لتحت بس، فانت هتعمل سيت ليميت لاكتيفيت فورم 1. استنى شويه على ما يعمل، واحنا نعمل ريلود. لسه ما اتعملش هناك اهوت، خلاص كده. لما تشوف يقول لك الفورم مش دلوقتي ما توصلهاش اي ردود. فايه بقى، انت اول ما يوصل يوم 19 اللي هو بكره هيعمل ردود عادي. تعال نقفل الليميتس، ترن ليميت اوف. ماشي. طبعا نشوف الريسبونسز فوق، وليكن انت عايز معكاش اي ناس من حوار تاني، فهنا مانج. ما تنساش تعمل مانج وتعمل نوت اكسبتنج ديت، تخليها اكسبتنج لانه ما بيعدلهاش. ليميت ريسبونسز انت عايز مثلا رد واحد على سبيل المثال، رد واحد بعد الرد اللي عندك. يعني انت لو دلوقتي عملت سيت ليميت، فالمفروض بالمنطق ان هو انت عندك رد واحد، فالمفروض الخليه ما تستقبلش او الفورم ما تستقبلش. بس هو لا، هو مفيش كده. هو بيمشي بمنطق ايه، انا كان عندك مثلا 10 ردود قبل كده، وعملت الليميت دلوقتي على 10، هل هو الخليه هتقفل او قصدي الفورم كلها هتقفل؟ لا، الفورم هتقفل لما يجي له 10 ردود جديده. لان انا دلوقتي عندي اكشلي يعني رد، وانا عملت التريجر بتاعه انه يكون في رد واحد، فلك ريسبونس 0 من 1. تعال نعمل ريسبونس ريكورد. جميل، ماشي، نيكست. مش سبميت انذر ريسبونس. انا دلوقتي اكشلي يعني انا عملت ريسبونس، اول ريسبونس معايا. سبميت انذر ريسبونس بقى، خلاص الفورم قفلت. ليه؟ لان انا خلاص وصل لي هنا الريسبونس اللي انا عايزه، فخلاص الفورم قفلت، هي ليميتد اهيت. فجميل. ده كده كان شرح عامة الادون الاولانيه معانا، وهي ادون ليميت ات، اللي هتستفاد بيها انك تعمل ليميت للفورم عامة عن طريق الردود، عن طريق الرد على سؤال معين، انك تحجز عدد معين من الناس في مرحله عمريه معينه او اللي انت عايزه، يعني عن طريق انك السبريد شيت زي ما شفناها برضو بالتاريخ وكل ده. اتمنى يكون الفيديو فادكم، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية.